عنوان القصة: ذهب رجل ليتبرع في دار للمسنين، فوجد ابنته التي كانت مفقودة منذ 20 عاما في أحد أيام الشتاء الباردة. استيقظ سامي على صوت الرياح تضرب نوافذ بيته العتيق. كان يعيش وحيدا منذ سنوات، بعد أن فقد زوجته في حادث سير مروع، وضاعت ابنته الصغيرة ذات ال5 سنوات في ظروف غامضة لم يستطع أن يتجاوزها. مرت الأيام ثقيلة على قلبه، حتى تحولت سنواته إلى سلسلة من الذكريات الحزينة والفراغ. كان سامي رجلا في أواخر الستينيات من عمره، وجهه محفور بالتجاعيد التي لم تكن كلها من أثر الزمن، بل من ثقل الهموم التي حملها على كتفيه. كل يوم كان يذهب إلى عمله البسيط في مكتبة صغيرة، يعود إلى بيته، ويجلس أمام صورة قديمة لابنته التي لم يرها منذ 20 عاما. كان ينظر إلى عينيها في الصورة وكأنه يحاورها، يسألها: أين أنت يا ليل؟ هل ما زلت على قيد الحياة؟ هل تتذكرين أباك؟ في ذلك اليوم شعر سامي برغبة غريبة أن يفعل شيئا مختلفا. تذكر دار المسنين القريبة من الحي، وقرر أن يذهب ليتبرع لهم ببعض المال والكتب من مكتبته. لم يكن المال كثيرا، لكن قلبه كان مليئا بالرغبة في أن يساعد الآخرين، ربما ليعوض شيئا من الفقدان الذي يسكنه. عندما دخل سامي دار المسنين، استقبله الموظفون بابتسامة باهتة. كان المكان هادئا إلا من أصوات خافتة لأحاديث متقطعة وضحكات متكسرة من كبار السن الذين يعيشون هناك. مد يده بالمال وتحدث بلطف مع الموظفة، قائلا: أردت فقط أن أقدم شيئا بسيطا، ربما أزرع بعض البهجة هنا. ابتسمت الموظفة شاكرة، ثم قالت له: هل ترغب في زيارة بعض المسنين؟ إنهم يحبون الزوار كثيرا. وافق سامي بهدوء، وسار في الممر الطويل الذي تفوح منه رائحة الأدوية والذكريات. كل غرفة كان فيها أشخاص بملامح مختلفة، بعضهم يبتسم للزوار، وبعضهم يغرق في صمته العميق. وبينما كان يسير ببطء، وقع بصره على امرأة تجلس في زاوية قاعة صغيرة، تنظر من النافذة كأنها تنتظر أحدا لا يأتي. كانت في منتصف العشرينيات من عمرها تقريبا، شعرها أسود طويل، وملامحها مألوفة بطريقة أربكت سامي. توقف لبرهة، قلبه يخفق بسرعة غير معتادة. اقترب أكثر، حاول أن يرى ملامحها بوضوح، وكل خطوة كان يشعر أنها تسحبه إلى ماض لم يبرح قلبه. اقترب منها وقال: مساء الخير، هل تسمحين أن أجلس بجانبك؟ التفت إليه ببطء، نظرت إلى وجهه، وفي تلك اللحظة تجمد الزمن بينهما. عينان واسعتان بلون البحر، نفس العينين اللتين رآهما قبل 20 عاما في صورة ابنته الصغيرة. تلعثم سامي، شعر أن الكلمات تختنق في حلقه. قال بصوت مرتجف: اسمك؟ ما اسمك؟ نظرت الفتاة إليه للحظة طويلة، ثم أجابت بخفوت: اسمي ليلى. ارتعش جسده كله، كأن الأرض انشقت تحته. دموعه اندفعت بلا إذن، جلس بجانبها عاجزا عن تصديق ما يسمعه. همس: ليل؟ ابنتي؟ هل يمكن أن تكوني أنت؟ بدت عليها علامات الارتباك. نظرت إلى الأرض ثم إلى الموظفة التي كانت تمر بالقرب منهما. قالت الموظفة: ليلى جاءت إلينا منذ سنوات، لا نعرف الكثير عن ماضيها. كانت تعاني من فقدان الذاكرة بعد حادث أليم. لم تكن تتذكر سوى اسمها الأول، ليلى. انقبض قلب سامي بقوة، أحس وكأنه أمام معجزة غير مكتملة. مد يده ببطء نحو يدها، وقال وهو يبكي: أنا أبوك سامي، هل تذكرين أي شيء؟ بيت صغير، أمك التي كانت تغني لك قبل النوم. ارتجفت أصابعها، رفعت عينيها نحوه، وظهرت في عينيها دمعة محتجزة. قالت بصوت مبحوح: أشعر أنني رأيت هذا الوجه من قبل. أشعر بدفء غريب، لكنني لا أستطيع أن أتذكر بوضوح. لم يستطع سامي تمالك نفسه، ضم يديها إلى صدره، وقال: لا يهم، حتى لو لم تتذكري الآن، أنا متأكد أنك ابنتي.
قلبي يعرفك. جلس معا لساعات طويلة يتحدثان عن تفاصيل صغيرة يحاول سامي من خلالها أن يوقظ ذاكرتها. حدثها عن لعبتها المفضلة، عن قوس قزح الذي كانت تحبه، وعن صوتها حين كانت تناديه بابا. كانت تستمع إليه بتركيز شديد، كأنها تبحث في أعماقها عن بقايا صور قديمة مطموسة. ومع كل كلمة كانت ليلى تغرق في صراع داخلي بين الغربة والألفة. لم يكن من السهل عليها أن تصدق فجأة أنها وجدت والدها بعد كل هذه السنوات، لكنها في نفس الوقت شعرت بروابط خفية تشدها نحوه. مع غروب الشمس وقف سامي وقال لها: سأعود غدا، وسأعود كل يوم حتى تستعيدي ذاكرتك. لن أتركك مرة أخرى. نظرت إليه، ابتسمت بخجل وقالت: أشعر أنني لست وحدي بعد الآن. خرج سامي من دار المسنين ودموعه لا تتوقف. كانت دموعا ممزوجة بين الحزن والفرح، بين الأمل والقلق. قلبه ممتلئ بأسئلة كثيرة. كيف وصلت ليلى إلى هنا؟ ما الذي حدث لها طوال 20 عاما؟ هل ستستعيد ذاكرتها حقا؟ في تلك الليلة لم يستطع النوم. جلس أمام صورة ابنته القديمة، لكنه هذه المرة لم يكن يتحدث مع صورة جامدة، بل كان قلبه ممتلئا بأمل جديد. شعر أن حياته التي كانت مظلمة بدأت يشرق فيها نور خافت، لكنه ما زال خائفا أن يخسره من جديد. في الصباح التالي حمل باقة من الزهور وذهب إلى دار المسنين مرة أخرى. كان يريد أن يبدأ معها رحلة طويلة نحو استعادة الماضي، لكنه لم يكن يعلم أن الطريق أمامه مليء بالأسرار التي لم تكشف بعد، وأن لقاءه بابنته لن يكون مجرد نهاية سعيدة، بل بداية قصة أعقد مما يتخيل. في صباح اليوم التالي وقف سامي أمام باب دار المسنين وهو يحمل بين يديه باقة من الزهور البيضاء. كان قلبه يخفق بقوة، وكأن كل خطوة يخطوها تعيد له شيئا من شبابه المفقود. دفع الباب ببطء ودخل الممر الطويل حيث تكررت أمامه نفس الأصوات، نفس الروائح، لكن هذه المرة كان يحمل داخله شيئا مختلفا، شعورا بالانتظار، بالبحث عن إجابة. اقترب من القاعة الصغيرة حيث التقى ليلى بالأمس، فرأى وجهها جالسا بالقرب من النافذة، تماما كما كانت، لكن عينيها بدتا أكثر إشراقا. عندما لمحته يدخل، رفعت رأسها فجأة، وكأنها تعرفه منذ زمن بعيد. ابتسم ابتسامة عريضة وقال: صباح الخير يا ليلى، جئت كما وعدتك. رفعت حاجبيها بدهشة طفيفة، ثم ردت بابتسامة خجولة: كانت متأكدة أنك ستعود. جلس سامي بجانبها ووضع الباقة أمامها قائلا: هذه لك. الزهور البيضاء كانت دائما مفضلة أمك، كانت تشتريها لها كلما أردت أن أراها سعيدة. تأملت ليلى الزهور طويلا، وكأنها تبحث في أعماق ذاكرتها عن خيط يربطها بهذا التفصيل. مرت لحظة من الصمت، ثم همست: لا أعلم لماذا، لكن هذه الرائحة ليست غريبة عني. شعر سامي بقشعريرة تسري في جسده، وكأن قلبها بدأ يطرق أبواب الذاكرة المغلقة. مد يده ليمسك بيدها وقال: كل ذكرى صغيرة قد تعود يوما ما، لا تستعجلي، نحن الآن معا، وهذا يكفي. جلس طويلا يتحدثان عن أشياء بسيطة. سألها عن حياتها في الدار، عن الأشخاص الذين اعتدوا على وجودها. كانت ليلى تروي قصصا متقطعة، بعضا منها مليء بالغموض، وبعضها يعكس معاناتها مع فقدان الهوية. قالت: أحيانا أستيقظ في منتصف الليل، أسمع صوتا يناديني، صوت دافئ يقول اسمي، لكنني عندما أفتح عيني لا أجد أحدا. أحس سامي بدموعه تتجمع في عينيه من جديد، لكنه حاول أن يخفيها عنها. أجابها بصوت متهدج: ذلك الصوت هو أنا. كنت أناديك كل ليلة في صلاتي، كنت أطلب من الله أن يعيدك إلي. ربما قلبك كان يسمعني من بعيد. في تلك اللحظة شعرت ليلى بارتجاف في جسدها، وضعت يدها على صدرها وقالت: هناك شيء يتحرك هنا، كأنني كنت دائما على صلة بك،
لكن لم أكن أعرف كيف أصل. اقترب منها أكثر ونظر في عينيها طويلا وقال: كل ما يهم الآن أنك هنا. سأكون صبورا معك حتى تتذكري. مرت الأيام وأصبح سامي يزور ليلى يوميا. كان يأتي محملا بالصور القديمة، بالألعاب الصغيرة التي احتفظ بها منذ طفولتها، وحتى ببعض الأغاني التي كانت أمها تغنيها لها قبل النوم. في البداية كانت ليلى تبتسم وتستمع دون أن تتذكر شيئا واضحا، لكن شيئا فشيئا بدأت صور متقطعة تظهر في ذهنها. ذات يوم وهو يعرض عليها صورة قديمة التقطت في حديقة صغيرة، تجمدت ليلى فجأة وقالت: هذه الأرجوحة رأيتها في حلم. كانت أجلس عليها وأنت تدفعني برفق بينما تضحك. اتسعت عينا سامي بدهشة كبيرة وأجاب بسرعة: نعم، هذه كانت حديقة بيتنا. كانت دائما أرافقك إليها بعد أن أعود من العمل. كنت تحبين الأرجوحة أكثر من أي شيء آخر. أمسكت ليلى الصورة بين يديها وبدت وكأنها تمسك خيطا من الماضي، لكنها ما زالت لا تستطيع أن تستعيد الصورة كاملة. قالت بخفوت: ربما لست متأكدة، لكن قلبي يخبرني أنني كانت هناك في تلك الليلة. عاد سامي إلى بيته وهو يفكر بعمق. كان يشعر أن استعادة ذكريات ابنته لن تكون سهلة، وأن وراء فقدانها الطويل أسرارا أكبر مما يظن. لم يكن يعرف بعد من الذي أخذها قبل 20 عاما، ولا كيف انتهى بها الأمر في هذا الدار. بعد أيام قليلة جلس مع إحدى الموظفات ليسألها عن تاريخ دخول ليلى إلى المكان. أجابته الموظفة: أتذكر جيدا اليوم الذي جاءت فيه. كانت فتاة صغيرة في حالة صدمة شديدة. قيل لنا إنها نجت من حادث سيارة، ولم يكن معها أي أوراق تثبت هويتها. الشرطة لم تستطع الوصول إلى عائلتها، فتم تحويلها إلينا. شعر سامي أن قلبه ينقبض من جديد. حادث سيارة، نفس اليوم الذي فقد فيه زوجته وابنته. تذكر الحادث جيدا، وكيف أخبروه أن ابنته لم يعثر عليها في مكان الحادث. هل يعقل أن تكون قد نقلت في ظروف غامضة ولم يستطع أحد أن يربط بينهما؟ بدأت الأسئلة تزداد في ذهنه. لماذا لم تعلن الشرطة عن العثور عليها؟ من كان وراء إخفاء هويتها؟ هل كان هناك خطأ، أم أن الأمر أكبر من مجرد مصادفة؟ في أحد لقاءاته مع ليلى حاول أن يطرح بعض الأسئلة بطريقة لطيفة. قال لها: هل تذكرين أي شيء عن ذلك اليوم؟ أي صوت، أي وجه، أي مكان؟ أغلقت ليلى عينيها بقوة، كأنها تحاول أن تخرج صورة من أعماقها. وبعد لحظات صمت قالت بصوت مرتجف: أذكر فقط صوت امرأة كانت تقول لي: لا تخافي، كل شيء سيكون بخير. ثم صمت طويل ودماء. ارتجف جسد سامي، لكنه لم يشأ أن يضغط عليها أكثر. قال بلطف: لا بأس يا ابنتي، لا تضغطي على نفسك، كل شيء سيأتي في وقته. مرت الأيام وتعمقت علاقتهما أكثر. أصبح بقية المسنين في الدار يلاحظون التغير على ليلى، فقد بدت أكثر حيوية مع وجود سامي بجانبها. كان يروي لهم أحيانا قصصا عن طفولتها، فيضحكون جميعا بينما تجلس ليلى تستمع وكأنها تحاول أن تتخيل نفسها داخل تلك القصص. وفي إحدى المرات بينما كان سامي يودعها في نهاية اليوم، همست ليلى فجأة: أشعر أنني لا أنتمي لهذا المكان، أشعر أنني ضائعة هنا منذ زمن طويل. توقف سامي لحظة ثم أجاب بحزم: أنت لا تنتمين هنا فعلا، مكانك الطبيعي هو معي، لكننا بحاجة أن نعرف الحقيقة كاملة أولا. ليلة أخرى جلس سامي على سريره يقلب في الصور القديمة. بين أوراقه وجد تقرير الشرطة القديم عن الحادث الذي أودى بحياة زوجته. قرأه من جديد بعين مختلفة، وبدأ يلاحظ تفاصيل لم ينتبه لها من قبل. هناك أسماء لأشخاص كانوا موجودين في موقع الحادث، وهناك إشارة إلى طفلة شوهدت تنقل من المكان لكن لم يتم التحقق من هويتها. ازداد فضوله،
وأحس أن الحقيقة على وشك أن تنكشف، لكنه أيضا كان يخشى أن تكون مؤلمة أكثر مما يتصور. في اليوم التالي جلس مع ليلى وأعطاها دفترا صغيرا يحتوي على رسومات كانت قد رسمتها في طفولتها. قال لها: هذه رسوماتك، كنت تحبين الألوان كثيرا. تصفحت الدفتر ببطء، وفجأة توقفت عند إحدى الرسومات. نظرت إليها طويلا ثم قالت: هذا البيت رأيته في حلم آخر، باب خشبي قديم، نافذة مستطيلة، ورائحة خبز. ابتسم سامي بمرارة. هذا هو بيتنا يا ليلى، كنت دائما ترسمينه. بدت الدموع في عينيها وهي تهمس: أريد أن أرى هذا البيت. ربما أتذكر أكثر، تردد سامي قليلا، لكنه شعر أن هذه الخطوة قد تكون المفتاح لاستعادة ذاكرتها. قال لها: حسنا، سأخذك هناك. ربما يكون هذا هو ما تحتاجينه. كان قلبه يختلط فيه الخوف بالأمل، فهو يعلم أن عودتها إلى المكان قد توقظ ذكريات دفينة، وربما تكشف أسرارا لم يكن مستعدا لسماعها. لكنه لم يعد يملك خيارا سوى مواجهة الحقيقة مع ابنته. وفي اليوم الموعود خرج سامي من بيته مبكرا ليتجه نحو دار المسنين. كانت الشمس مشرقة، لكن قلبه كان يغمره شعور غامض بأن الطريق الذي يسلكه سيغير حياته وحياة ابنته إلى الأبد. ركب سامي سيارته القديمة وتوجه نحو دار المسنين. طوال الطريق كان يشعر بثقل غريب في صدره، خليط من القلق والأمل. لم يكن يعرف كيف ستستجيب ليلى لرؤية البيت الذي غابت عنه 20 عاما. هل ستعود إليها الذكريات دفعة واحدة، أم ستظل مبهمة عالقة بين الحلم والواقع؟ عندما وصل وجدها تنتظره عند المدخل، ترتدي معطفا شتويا بسيطا، وملامحها مترددة كأنها تخوض تجربة جديدة. ابتسم لها وقال: هل أنت مستعدة؟ أومأت برأسها بخفوت، ثم ركبت بجانبه في السيارة. طوال الطريق لم يتبادل الكثير من الكلمات، كان الصمت يملأ المسافة بينهما، لكن كل منهما كان غارقا في أفكاره. سامي كان يسترجع صور الماضي، وليلى كانت تحاول أن تتهيأ لمواجهة مشهد قد يعيدها إلى طفولتها. بعد ساعة من السير ظهرت معالم الحي القديم: الشوارع الضيقة، المحل الصغيرة، والوجوه التي تغيرت بمرور الزمن. كان قلب سامي يخفق بشدة وهو يقترب من ذلك البيت. توقف أمام البوابة الخشبية التي ما زالت على حالها رغم مرور السنوات، بطلاؤها باهت، لكنها واقفة شامخة كما لو أنها تنتظر عودة ساكنيها. فتح سامي الباب ببطء ودعاها للدخول. خطت ليلى خطواتها الأولى داخل فناء البيت، وفجأة توقفت. نظرت حولها بدهشة ممزوجة بارتباك. أشارت إلى زاوية الحديقة وقالت: هنا كانت الأرجوحة. ارتعش قلب سامي وهو يسمعها، فأجاب بحماس: نعم، بالضبط هنا. كنت تجلسين عليها وتضحكين كلما دفعتك. اقتربت من المكان، مدت يدها تلمس الهواء وكأنها تستحضر مشهدا غائبا، ثم التفتت إلى النافذة الكبيرة المطلة على الحديقة وقالت: ومن هناك. كانت تطل امرأة، شعرها أسود طويل، تلوح لي بيدها. دمعت عينا سامية وهو يرد: أمك كانت دائما تراقبك من النافذة حتى وأنت تلعبين. جلست ليلى على الأرض فجأة، وضعت يديها على رأسها وهمست: أرى صورا سريعة، أصوات، لكن كل شيء يتلاشى فجأة. أشعر بألم في رأسي. جلس سامي بجانبها وربت على كتفها بحنان قائلا: لا بأس يا ابنتي، لا تضغطي على نفسك. ما يهم أن قلبك بدأ يستعيد بعض الذكريات. دخل بها إلى داخل البيت. كل زاوية فيه كانت تحمل قصة. أخذها إلى غرفتها القديمة. كانت الغرفة ما زالت تحتفظ ببعض أثاثها الصغير. رفعت ليلى ببطء يديها تلمس الحائط، وقالت: كانت أعلق هنا رسوماتي، أليس كذلك؟ ابتسم سامي ودموعه تملأ عينيه. نعم يا ليلى، كنت تزينين الحائط برسوماتك،
حتى أنني لم أستطع أن أزيلها بعد غيابك. اقتربت أكثر من السرير، جلست عليه، ثم أغمضت عينيها. فجأة ارتجف جسدها وهمست: رائحة خبز طازج. امرأة تضحك. كانت تغني لي: أبي. أشعر أنني كنت هنا فعلا. أمسك سامي بيدها بقوة وقال: أجل، كنت هنا، وهذه ذكرياتك تعود إليك شيئا فشيئا. لكن في أعماق قلبه كان يعرف أن استعادة الذاكرة ليست سوى بداية. كان هناك الكثير مما يجهله عن السنوات التي ضاعت من عمرها. لم يكن يعرف من أخذها، ولا كيف وصلت إلى دار المسنين. في تلك الليلة، بعد أن أعادها إلى الدار، جلس سامي في غرفته يتصفح تقرير الشرطة مرة أخرى. كلما أعاد القراءة، كان يزداد شعورا بأن هناك شيئا لم يكشف. تذكر كلامها عن المرأة التي همست لها يوم الحادث: لا تخافي، كل شيء سيكون بخير. من هي تلك المرأة؟ ولماذا كانت مع ليلى وقت اختفائها؟ في اليوم التالي، جلس مع ليلى في الحديقة داخل الدار. قال لها برفق: ليل، هل تتذكرين المرأة التي أخبرتني عنها؟ هل يمكنك وصفها أكثر؟ أغلقت عينيها، وأخذت نفسا عميقا، ثم قالت: وجهها غامض، لكنني أذكر أنها كانت ترتدي وشاحا أزرق، وعيناها سوداوان. كانت تمسك بيدي بقوة. شعر سامي أن هذه المعلومة قد تكون خيطا مهما. بدأ يفكر في نساء ربما كن موجودات في موقع الحادث أو حوله، لكن الذاكرة ما زالت ضبابية. خلال الأيام التالية، بدأ سامي في البحث عن أشخاص قد يتذكرون تفاصيل الحادث. زار بعض الجيران القدام، سألهم إن كانوا قد شاهدوا شيئا في ذلك اليوم. أحدهم قال له: أذكر أنني رأيت سيارة غريبة توقفت لدقائق بجانب موقع الحادث، ثم اختفت بسرعة. تجمد سامي وهو يسمع هذه المعلومة. ماذا لو أن ابنته لم تفقد صدفة، بل كان هناك من أخذها عمدا؟ عاد إلى ليل، وجلس معها ليحكي لها ما سمع. عندما أخبرها عن السيارة الغريبة، وضعت يدها على رأسها فجأة وقالت: نعم، أذكر شيئا. كانت في سيارة، أجلس في المقعد الخلفي، وهناك امرأة بجانبي، لكن لا أستطيع أن أرى وجهها بوضوح. أمسك سامي بيديها وقال: لا بأس، شيئا فشيئا ستعود الذكريات. نحن نقترب من الحقيقة. لكن قلبه كان يخشى أن ما سيكتشفانه قد يحمل صدمات أكبر. هل كانت ابنته ضحية حادث عابر، أم أنها كانت جزءا من شيء آخر لم يكن يعرفه؟ ذات مساء، وبينما كان سامي يستعد لمغادرة الدار، جاءت إليه موظفة شابة تعمل هناك منذ فترة قصيرة. قالت له بصوت خافت: سيدي، هل لي بكلمة؟ توقف ونظر إليها باستغراب، فأكملت: لقد سمعتكم تتحدثون عن ماضي ليلى. هناك أمر ربما يجب أن تعرفه. عندما التحقت ليلى بالدار، جاء رجل غريب لزيارتها مرة واحدة فقط، ثم لم يعد بعدها. لم يكن من أقاربها، لكنه بدا مهتما بأمرها. كان يسأل عنها كثيرا. شعر سامي بقشعريرة تجتاح جسده. رجل غريب؟ من يكون؟ ولماذا اختفى فجأة؟ سأل الموظفة بسرعة: هل تعرفين اسمه؟ شكله؟ أي شيء عنه؟ أجابت: لا أعلم اسمه، لكنه كان طويل القامة، يرتدي معطفا رماديا، وصوته عميق. لم يترك أي معلومات خلفه. ترك سامي الدار تلك الليلة وهو غارق في التفكير: هل هذا الرجل هو من أخذ ليلى في الماضي، أم أنه مجرد شخص عابر عرف قصتها؟ عاد إلى بيته وأمضى الليل بين الأوراق القديمة، يحاول أن يجمع الخيوط المتناثرة. كان يعرف أن الطريق نحو الحقيقة لن يكون سهلا، لكنه لم يعد قادرا على التراجع. ابنته عادت إليه أخيرا، لكن قصتها ما زالت غامضة، والأسرار التي تحيط بها بدأت تثقل قلبه أكثر من أي وقت مضى. وفي صباح جديد، وقف سامي أمام المرآة، نظر إلى وجهه المتعب، وقال لنفسه: سأجد الحقيقة،
مهما كلفني الأمر. جلس سامي على كرسيه في غرفته تلك الليلة وهو يحدق في الظلام. كل شيء كان يدور في رأسه: صورة ابنته وهي صغيرة، الحادث، المرأة الغامضة، الرجل الذي زارها مرة ثم اختف. شعر وكأن حياته كلها كانت لغزا طويلا، والآن بدأت خيوطه تتضح ببطء. لكنه كان يعرف أن الوقت يمضي، وأنه لا يريد أن يخسر لحظة أخرى بعيدا عن الحقيقة. في صباح اليوم التالي ذهب إلى دار المسنين كعادته. وجد ليلى تجلس في الحديقة بين بعض كبار السن. كانت تضحك بخفة وهي تستمع إلى حديث إحداهن، لكن عندما رأت والدها يقترب تغيرت ملامحها سريعا إلى ابتسامة دافئة. قالت له: أبي، لقد انتظرتك. جلس بجانبها ونظر إلى عينيها مليا. كان يلاحظ أن ذكرياتها بدأت تتشكل أكثر فأكثر، حتى وإن كانت غير كاملة. قال لها: ليل، هناك أمور كثيرة لم نفهمها بعد، لكنني أريدك أن تعرفي شيئا واحدا. لا يهمني الماضي بقدر ما يهمني أنني وجدتك. نظرت إليه بامتنان، وأجابت بصوت مبحوح: وأنا أيضا أشعر أن حياتي بدأت من جديد منذ رأيتك. مرت لحظات من الصمت بينهما قبل أن تضيف: لكنني أريد أن أعرف من هي تلك المرأة، ولماذا كانت معها في السيارة، ولماذا لم أعد إلى هنا إلا بعد كل هذه السنوات. تنهد سامي وأمسك يدها قائلا: سنكتشف معا. لنتركك تواجهين ذلك وحدك. وفي الأيام التالية لم يكتف سامي بالبحث في أوراقه القديمة، بل بدأ يراجع أقسام الشرطة والمستشفيات القريبة من مكان الحادث القديم. معظم السجلات كانت قديمة أو مفقودة، لكن بعض الممرضات القدامى تذكرن قصة طفلة وصلت إلى المستشفى في ذلك الوقت بلا هوية، ثم اختفت لاحقا بعد أن جاء شخص ليأخذها. سأل سامي عن تفاصيل ذلك الشخص، فوصفن له رجلا طويل القامة يرتدي دوما معطفا رماديا. كان نفس الوصف الذي سمعه من الموظفة في الدار. عندها أيقن أن ذلك الرجل كان حلقة الوصل بين الحادث وغياب ابنته الطويل. عاد إلى ليلى وأخبرها بما اكتشف. تجمدت للحظة ثم قالت بصوت مرتجف: ذلك الصوت، صوت ذلك الرجل، أذكره. كان يقول لي: لا تقلقي، ستكونين بخير. امسك سامي بيدها وهو يرد: إذن هو من أخذك. ربما أراد إنقاذك، وربما كان يخفي شيئا، لكن المهم أنك هنا الآن. أومأت ليلى برأسها ببطء، ثم أضافت: أشعر أنني لم أكن وحيدة تماما، لكنني كنت تائهة. والآن أريد أن أنهي هذا التيه. مرت الأيام، ومع مرور الوقت أصبحت علاقة سامي بابنته أكثر قوة. لم تعد مجرد محاولات لاستعادة الماضي، بل بدأت حياتهما تمتزج من جديد. كانا يتناولان الطعام معا، يضحكان، ويتحدثان عن أشياء يومية بسيطة. ورغم أن ليلى لم تستعد كل ذكرياتها، إلا أنها بدأت تبني ذكريات جديدة مع والدها. وفي أحد الأيام، بينما كان يجلسان معا في البيت القديم بعد أن استعان ببعض العمال لإصلاحه، قالت ليلى وهي تنظر إلى الجدران: ربما لا أستطيع أن أستعيد كل شيء، لكنني أشعر بالراحة هنا. أشعر أن هذا هو بيتي، وهذا يكفيني. دمعت عينا سامي، وأجابها: البيت ليس الجدران فقط، بل من يعيش فيه. وأنت، أنت حياتي التي عادت. اقتربت منه، وضعت رأسها على كتفه، وهمست: أبي، شكرا لأنك لم تيأس من البحث عني. مرت لحظة طويلة من الصمت الدافئ بينهما، لم يكن هناك حاجة للكلمات. كان كل شيء واضحا. الماضي حمل جراحا عميقة، لكن الحاضر جمعهما من جديد. وفي مساء ذلك اليوم، جلسا معا في الحديقة أمام البيت. السماء كانت صافية، والنجوم تتلألأ كأنها تشاركهما فرح اللقاء. قالت ليلى بصوت خافت: ربما لا أستطيع أن أفسر كل ما حدث، وربما تبقى بعض الأسئلة بلا إجابة، لكن ما يهمني الآن هو أنك بجانبي. ابتسم سامي ووضع يده على يدها قائلا: وهذا كل ما كانت أتمناه طوال 20 عاما. شعرت ليلى براحة لم تعرفها منذ زمن بعيد.
ربما ستبقى بعض الألغاز غامضة، وربما لن تتذكر كل تفاصيل طفولتها، لكن وجود والدها بجانبها أعطاها شعورا بالأمان لم تعرفه من قبل. في تلك اللحظة أدرك سامي أن رحلة البحث الطويلة انتهت بمعجزة، وأن حياته التي قضاها في الوحدة لم تذهب هباء. لقد استعاد ابنته، حتى وإن لم يستعد معها كل الأجوبة. وهكذا بدأت حياة جديدة بينهما، حياة لم تبنى على ماض كامل، بل على حاضر صادق يجمع بين أب وابنته بعد فراق طويل. حياة تحمل في طياتها ذكريات ستظل تبنى يوما بعد يوم، لتعوض كل ما سرق منهما من سنوات. وفي صمت الليل، بينما كانا يجلسان متجاورين يتأملان السماء، لم يعد هناك حاجة للكلمات، فقد تحدثت القلوب بما يكفي، وأعلن القدر أخيرا أن النهاية لم تكن فراقا أبديا، بل بداية جديدة مليئة بالحب والأمل.